طمن. ما رضي يعطيني غير قطعتين. ما غيرها؟ ها؟ ايه شوفي شو القصة؟ يا سيدي هذا صاحبك حابب وغرقان لقرايتها دنيا. إيه لا ايه حلو، الله يسمعنا الأخبار الطيبة. وبقيان على الرسائل، لا شايفها ولا بيعرف صورتها. مو شايف صورتها؟ رح تجنني بهالقصة. جاي على بالي بس اسمع صوتها. إيه لا أنت شكلك دايب. لك لا مو لهالدرجة، بس يعني حلو هيك انه تحس في وحدة عم تهتم فيك وتبعت لك رسائل وانت ما بتعرفها. هي ما شافها وهيك، كيف إذا شافها؟ ما رح يبقى في عقل. خلصنا عاصي، قوم نمشي قوم. شو شايفك استعجلت؟ حنيت؟ بدك تحكي مع حبيبة القلب؟ بدك خلصنا قوم بقى. خاطرك فوزي؟ شو بكي لك امي؟ شو صفنانه؟ ما في شيء امي، ما في شيء. طيب شو شاغل بالك؟ شو عم تفكري؟ يعني امي شو بدي افكر بهالدنيا؟ مليتي مني ماما؟ بلا، أنا متأكدة إنه مليتي مني. لك امي مشان الله. شو عم تقولي انت؟ لك ان انت امي، انت لك انا بخدمك طول العمر. خلص امي خلص، الله يرضى عليك. شو قصته اخوك اليوم؟ ليش ما مرق لعنا؟ ما امي انا هذا اللي قالقني. ابصر شو بيكونوا مشغولين. مين هدول؟ شو مين هدول؟ قصدي عاصي وعياش مو دائما مع بعض امي. يا امي معلش، بكونوا بلشانين بشغلهم، هلا ما بتلاقيه غير صار عنهم. عاصي شبك، ليش هيك عم تحكي؟ شو ليش هيك عم بحكي؟ يعني إذا أنا ما اتصلت حضرتك ما بتحكي؟ شو القصة غصون؟ يا حبيبي يا عمري وحياتك ما في شيء، بس يعني أنا هيك شوي تعبانة ومتضايقة ومشغولة ببنتي. لا مو صحيح هالحكي. أنا حاسس عليكي، حاسس عليكي آخر فترة عم تتغيري. لا عم بتغير ولا شيء، لا تحط ببالك. اللي أكلت؟ بفهم من كلامك إنه أكلة أمي؟ يا حياتي لكن همين بدي آكل. إيه بالليل يا قلبي بالحكي هذا من زمان. إيه عاصي، أنا تأخرت على الشغل بدي أمشي. يلا بنحكي. شوفي لا ولا شيء، مثل ما عم أقول لك. يلا باي. عاصي هي ما عم بعرف شو اكتب لها، شو قل لها؟ لك شو بيعرفني؟ اكتب لها أي شيء، اكتب لها إذا ما عرفت مين أنت ما عاد رد عليكي. هيك؟ بس بتعرف أنا مبسوط كثير هيك، يعني خايف يعني إنه وحدة حاببتني وعم تتصل فيني، خايف إذا عرفت أغير رأيي طلع بشعة، طلع فيها شي قصة. مزبوط، خلي الصدمة تكون هلا أحسن ما تكون بعدين. شو ساوي هلا؟ ماما معقول كنا عم بحكي تليفون بتوقفي بتتسمعي علينا؟ بصير هذا الحكي؟ لأنه لما نقول لك بدك تتجوزي بتقولي لي لا، لكن هذا عاصي شو بده منك؟ هو عمو عاصي طلب مني يتزوجني، بس مو هلا،
وأنا لسه ما وافقت. طيب إذا مالك موافقة لكن ليش عم تحاكي؟ شو بدي أقول لك يا بنتي؟ والله مالي عرفانة. ليش عم تحاكي؟ أمي لساتك صغيرة على هالشغلات، بس وعد مني إني ما رح أعمل شيء إلا لتكوني أنت موافقة عليه. طمن. شو بدي اكتب لها؟ يعني امي انت ما بتحني هيك ايامك وذكرياتك مع عياش؟ لك عن امي، والله اشتقت لها كثير. كانت جاره وام واخت ورفيقه وكل شيء. لما خبروني انه ماتت قلبي طلع من محله. الله لا يوفقها بنت سراب، هي السبب. امي انا عم بسال عياش ليش لهلا ما تجوز؟ يعني هو بنت لحتى يعيروه باخته؟ يا امي، واحد عملت فيه اخته هيك مصيبه، هربت مع واحد وما بيعرفوا وين اراضيها. مين العيله بدها ترضى تناسبه؟ مين؟ امي شو دخل هي بهي؟ لك امي شلون شو دخل؟ هلا شلون بدي افسر لك اياها؟ فرضنا انه تجوز وجاب اولاد وكبروا اولاده، مفكره العالم رح يتركوهم بحالهم؟ بس امي والله حرام. لا امي، رح يضلوا يعايروهم. عمتكن عملت هيك وعمتكن عملت هيك. شو فكرتيها للشغله سهله؟ اذا انا ماني مسامحتها. هذا عاصي. الله يرضى عليك. مساء الخير. مساء الخيرات والليرات. الله يرضى عليك. مالك بالعاده تتاخر لك امي؟ انشغلت شوي. شو طابخين؟ مفركة كوسة. منيحة كثير. رح انادي لعياش خليه يتعشى معي. يا عياش! عياش! ايه؟ ايه عصير؟ تعال عندي بسرعة تعشى. عندك بالبيت؟ ايه عندي، لكان عندك؟ إيه يلا يلا، معناتها أكلة طيبة. إيه اهلين بالغالي ابن الغاليه. أهلين فيك يا خالتي. والله ما بعطي فرحتي لحدا انك عنا. هيك كل يوم مر لك شوي. والله أنا ودي كل يوم أجي أشوفك، بس علي عاصي عنا كثير شغل. الله يعطيكم العافيه. جيبي لنا مي سناء. مي فاضي. يا عبي. يلا امي عجلي. طيبة المفركة. على شغل اختي سناء. بعثت لها رسالة. آسفة. بسيطة اختي بسيطة، كسر الشر. العمى شو وصاي وصال؟ ما سألت ابنه؟ لكن شبك لك منصور، وانت اللي على طول كنت تقول لا تسألي ولا تنقي. لازم اعرف شو عم تعمل. شو هي ايه؟ ساعة لتردي؟ كنت مشغولة لهيك طولت. شو في؟ شو في؟ هلا هيك صار الحديث؟ منصور والله ما عم افهم عليك، قلي شبك؟ ولا شيء، بس قلت لحالي يمكن الشغل ما يكون عاجبك وما بدك تقولي لي، فقلت لحالي بتصل لاعرف اذا بدك لاجي اخذك وجيبك على البيت. لا 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 ابدا، يعني انا الحمد لله مرتاحة ومبسوطة. يعني الجماعة عن جد كثير مناح، والاستاذ نزار كثير محترم واكابر. ايوه، يعني مبسوطة؟ يعني ايه مرتاحة. منصور شوفي شبك؟ لسه بتقلي شبك؟ خلص ما في شيء، يلا روحي كيف شغلك خاطرك. لازم ما خليها تاخذ راحتها. العمى هي بكره ما بتعود تتحبك. يا ريت لو بقدر جوزكم انتوا الاثنين بنفس الليله. منين يا حسره؟ الله كريم الله كريم. شفت لي صاحبك مين بده يتجوز؟ منين حبة لهيئة؟ منين؟ والله يا خالتي القلب وما يريد، شو بدنا نعمل؟ يا ريتها لو لساتها امك عايشة. الله يجازي اللي كان السبب.
لشو هالقصة؟ دايمة مو معي شو؟ دايما دايما ان شاء الله. الله معك، مع السلامة. صحة. ليش هيك حكيتي؟ شو؟ كتبت لها شيء؟ ما عم بعرف، تعال اكتب لي انت. لا اكتب انت، حنق لك انا. كتب لها اشتقت لك كثير. بلكي اهلك شافوها. اخي خلص بطلت، اكتب انت. لا خلص ها. معه شو بقول؟ عم بتخيلك وين ما عم روح. حلوة هي. ايه روح. بدي اعرف مين انت. لحتى احس بالسعادة اكثر. ايه حلوة هي. ايه اكثر. بعتها؟ ايه. أخوك لازم السنة يتجوز، رح نضل نزن فوق راسه أنا وياكي لحتى يعملها. ماشي. اشتقت لك كثير، عم بتخيلك وين ما عم اروح. شو متمني اعرف مين انت حتى احس بالسعادة اكثر. حكينا معك. ما في شيء أمي. بدي أسألك سؤال. يعني نحن مو بدنا نجوز عاصي ونلاقي له عروس؟ معقول نترك عياش لحاله؟ يعني ولا حرام؟ يا ريت يا أمي، يا ريت نجوزهم هن الاثنين. معناها لازم نلاقي له عروس. كم مرة بدي أقول لك، عياش من بعد عملت أخته سراء الله يبليها بقتلها إن شاء الله ما عاد ناوي يتجوز. أكيد بيلاقي وحدة يعني بترضى فيه. يعني شو دخل هي القصة بهي القصة؟ يعني أي وحدة بدها ترضى تعيش مع عياش بدها تعيش معه على الحلوة والمرة. أمين هي؟ اللي بدنا نشوف له إياها أمي. شبك اللي بدنا نشوف له إياها. يا ألف يا ريت، والله بحبه من كل قلبي. الو. ايه منصور، شو وينك؟ يعني لا حدا خبرني ولا حدا دق لي. شو؟ ليكون انضميت للشباب بدكم تطلعوني من الشله. لك حاجتك لك منصور، بتعرف انه انا مثل السيف بظهرك، وانت اساسا بتفيق المساء. ونحن متفقين نجتمع هون مشان نطلع سوا على الشغل. ايوه. طيب شو شفتوا لاصحابك؟ كنا مع بعض من الصبح وصار اللي كنا متفقين عليه. وشو جبتوا؟ لك شو هلا على التليفون بدي اقعد احكي لك؟ يلا احمل حالك وتعال عندي. يلا جاي مسافة الطريق. خاطرك. والله يا فوزي ما تبيعني لحتى خليك تندم على الساعة اللي خلقت فيها. أنا بورجيكم كلكم. بيته عنده أفكار بدك 100 زلمة يفكروا فيها. هاي معك حق. مشان هيك أنا شو ما بيحكي بقول له على عيني وعلى راسي، بثق فيه. دخلك أنت يعني ما تعلمت منه شيء؟ شو قصدك؟ لوين بدك تصل؟ يا أخي بدنا نشتغل أنا وياك لحالنا. يهي علينا رجعنا لنفس القصة. حبيبي أنا وياك لحالنا ما بنقدر نعمل اللي عم نعمله مع عياش وعاصي. خلصنا. لك هذا مخ بيخوف. ما علينا. كم وضعة سلاح جبتوا؟ 2. وليش 2؟ ولا ما كانوا حاسبين حسابي بهي القصة؟ إيه شو شايفنا جبنا لكل واحد قطعة إلا أنت؟ هلا بيجي عاصي وبنشوف شلون بدها تمشي الخطة وشلون بده يوزع السلاح علينا. يا حبيبي لك نحن جبناه وعملناه وعلم علينا. مو مصدق ما تترك هذا الشغل معه. لك والله رح طق. أنت مزودة زيادة. هذا الحقد اللي جواتك بده يروحك للساعة. قلت لي بده يروحني ها؟ لك عاصي والناطور شو؟ الناطور شغلته سهلة.
يا سيدي اللي بده يسلم ما يشتغل غير مع عاصي. ايه فعلا، اللي بده يسلم ما يشتغل غير مع عاصي. بعد العرس سافرنا كم يوم، ولما رجعنا بلش الشك عنده. ومن أول شغلة لازم أعملها إني أوصل له العياش إنه ألف وحدة ممكن تتمنى إنه ترتبط فيه، وإنه قصة أخته راحت وانتست، وأكيد رح يفهم علي. تفضلي استغادة. يسلم. حكى طارق؟ ايه حكى، وقال بده يتأخر. بده يتأخر؟ يا الله كتير صاير عم يتأخر، عم يشغل بالي. بتعرفي حياة، أنا صرت غار منك. تغاري مني أنا؟ ضحكتيني يا ست غادة. على شو؟ على لهفتك على طارق. انتي بتعرفي قديش طارق غالي على قلبي، وقديش اللي تعب عليه، وقديش كانت مليون مرة قلت لك لا تفتحي هالسيرة قدامي، بتعرفيني بتضايق منها. مساء الخير. أهلين ماما. شو بك هون؟ كنت عم بتناقش أنا وحياة بموضوع بخصنا. ايه مزبوط. جوعان؟ حط لك تاكل؟ لا هلا مو وقت الأكل، لأنه عندي أخبار حلوة كتير بدي أخبركم إياها. هات لشوف. بصراحة ومن الأخير أنا يمكن لقيت نصي الثاني. عن جد ماما؟ طبعاً عن جد ماما، ليش هيك مواضيع فيها مزاح؟ استنونا هون، واي شيء بصير معكم تعطونا اشاره. ماشي. قلي ماما، مين هي؟ وكيف تعرفت عليها؟ وشلون شكلها؟ طمني ماما، حلوة مثل القمر، مثلك. ايه طارق، طارق احكي لنا مين هي؟ ماما أنا آسف، عن جد أنا آسف، بس كمان يعني مو معقول كل ما أفتح هي السيرة تتأثري هيك.
أنا بعرف إنه هذا الموضوع عامل لك أزمة، بس أنت بنظري أحلى مرة بالدنيا كلها. معك حق ماما، يمكن أنا مزودتها أكثر من اللازم. كان لازم بعد هالعمر أتأقلم. ماما ممكن طلاق؟ إيه حبيبي؟ هلا أنا اللي بعرفه إنه أنت صار معك هيك من ورا حادث وقت كنتي مع بيت جدي، بس بعدين ما عاد حكيتي لي شيء عن الموضوع. لا، وكل ما أسألك بتتهربي مني. ليش؟ طيب ماما خلص، يبدو هذا الموضوع كثير بيزعجك. ماما أنا حكيت لك كل شيء. قلت لك إنه أنا عملت حادث بالسيارة وكان معي جدك وستك وخالك. هن توفوا وأنا أخذوني على المستشفى بعد ما شعلت السيارة، وصار عندي هذا التشوه، وعملت أكثر من عملية بس ما وصلت لنتيجة منيحة، وهالشي عمل لي أزمة وخلاني ضل وحدانية. ماما ما عم أفهم عليكي، كيف يعني وحدانية؟ ليش؟ وين كان بابا؟ بعدين أنت تزوجتي بابا قبل الحادث ولا بعد الحادث؟ شبكوا؟ شوفي شو تفضل. ان شاء الله هلا على كاسة الليمون بتهدى وبتروق اعصابك. ما في هدوء من هلا وبالرايح يا وصال، في تعب كثير. ليش استاذ؟ خير سلامتك؟ هيك تعبان كثير. طيب انا رح اجيب جهاز الضغط مشان اخذ لك ضغط. لا لا لا، ما تعذبي حالك، القصة مش قصة ضغط. استاذ والله ما عم افهم عليك، اذا تعبان هلا بحكي مع ابو زياد وبنروح فورا على المشفى. ما في داعي. ولا ألف مستشفى ممكن ينفعنا. الوجع جوا هون. معناتها بدك فحوصات جديدة. وصال عدي شوي، عدي إذا بتريدي. حابب أحكي، بدك إياني أحكي مع حالي؟ لا 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 أبداً، أكيد بقعد وبسمعك. أصلاً هاد جزء من شغلي. شرف. أستاذ خير شو في؟ لا لا لا، ما بدي شيء، بس هيدا وجع الراس ما بده يتركني. بس إذا بتضلي قاعدة قدامي أكيد بيروح. إيه خلص أنا قاعدة. وهيدا أحسن.
شو هذا الصوت؟ شو؟ كان صوت ذوبية. عايز اخبره لك وين رايح؟ طب اتصل فيه لعاصي، اتصل فيه. لك ما بنلحق. ليش ما بنلحق؟ لك شو ما بنلحق؟ انت تكون هون اتصل فيه. لك لا خايف على عاصي، لك هذا حي من تحت بندبر حاله. ولك منصور لك مثل ما عم بقول لك كومس، لا تاكل همه. يعني أنا ما عشت حياتي مثل أي حدا، حتى مراهقتي كانت سيئة كتير، كان كل همي إني جمع مصاري بس. بس اللي انت عملته كتير حلو. انت انسان عصامي، يا ريت كل العالم يكونوا مثلك. طيب وصال، طالما أنا مثل ما عم تقولي، ليش مني مبسوط؟ بصراحة ما بعرف، يعني كل اللي حكيت لي حضرتك كان عن طفولتك، مراهقتك، شبابك ومعاناتك. ما بعرف أي شيء عن حياتك الشخصية. بدك بحكي لك كل شيء، بس ما بدي تقولي هيدا جايبني لحتى يحكي لي. لا أبداً أستاذ، فيك تحكي كل شيء بدك إياه، المهم إنه أنت ما تتعب، والأيام لسه جاية كتير ورح نحكي أكيد كتير. يعني خايف إذا حكيت لك كمان، بما إنه أنا معي وجع راس، قوم أنا وجع لك راسي. لا أبداً، ما في أي مشكلة، بالعكس بالنسبة إلي إنه المهم حضرتك ترتاح، ما في مشكلة. ارتاح. شو عبالي ارتاح. عفواً أستاذ، طول ما حضرتك عم تحكي هيك ما رح ترتاح، لأنه أنت عم تقنع حالك بهذا الشيء. بعدين بدك تسمح لي شوي، هلأ الوقت تأخر وصار لازم تنام، ممكن؟ سناء، يا سناء. ايه امي جايه في شو هيك؟ امي اخوك لا اجا ولا اتصل. لا ليش؟ ما بعرف ليش قلبي عم يغلي مثل النار، خايفة عليه كثير. ليش خايفة عليه؟ امي هو اللي لازم يخاف علينا، يعني عاصي ووحش ما بيخاف عليه، شبك؟ ما أنا هذا اللي مخوفني. إحنا صرنا زمان كثير ما خفنا عليه لأخوك، طول الوقت هو اللي خايف علينا وأكل همنا، بده يعني نكون مرتاحين. إحنا ما لنا سالين عليه. امي شو هالحكي؟ عاصي والله بعيوني، يعني أنا ما عم أقصر معه بشيء. فكرة إنه أخوكي هي الشغلات اللي ناقصته، ياكل وينام ويشرب. أخوكي ناقصه شي كتير، شي كبير كتير وأكتر من هيك بكتير. ناقصه شي مثل شو يعني؟ ناقصه قلب، ناقصه حدا يحس فيه، حدا يعرفه من جوا ويعرف همه. أنا ليش هيك عملت؟ شو كان بدي من هالشغلة؟ لإمتى أنا بدي ضل عم خبي؟ وكيف بدي أحكي؟ يا ريت القصة كلها ما كانت صارت، يا ريت.
انت اللي خليتيني اعمل هيك، خليتيني احس بالوحدة واتورط بقصة ما كان لازم تصير. الحمد لله مرقت على خير. اللي عملناه غلط، غلط يا حياة. مشان الله وطي صوتك، هلا بيسمعنا وبيسأل شو في. بتعرفي حياة، أنا جاي على بالي يسمعنا ونحكي له كل شيء. الليلة كانت شرارة النار اللي رح تشعل واللي رح تحرقني أكتر. ليش ما كنا نحس بهذا الشيء زمان؟ ليش هلا ليش؟ لأنه طارق كبر وصار مسؤول عن حاله وعم يفكر يعمل عيلة ويعيش حياته. ماني عرفانة شو بدي أقول لك. بصراحة أنا جاية على بالي أحكي له كل شيء، إذا مو هلا بعدين، حتى لو ما أنت كنتي موافقة. خير عاصي؟ شو عاصي؟ شبك؟ في عليك يا واطي عاصي بعدك لا. الحق علي انا. ليش انا شو عملت لك؟ خلاص خلاص تعال. خلاص طيب حاجة تعال.